ده بقى أيوه، بصوا لما حد يقول لكم أطعم من اللحمة وأحلى من الفراخ، لا بجد المقولة دي بجد، وحياة ربنا هتتنسف في وقتها. انتي بس هتعمليها وروحي مثلا قولي هقمر عيش ولا حاجة كده، هتيجي تلاقيها اتاكلت بالمعلقة. ايوه اتاكلت بالمعلقة بجد. وصفة البتنجان دي في حتة تانية خالص. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول، وايه نشوف طريقة التحضير بتاعتنا هتكون عاملة ازاي. متنسوش بس تعملوا لايك وشير عشان الوصفة تترفع بالله عليكم، علشان الصفحة يعني وحشة خالص الريتش فيها. في الأول كده كان عندي بتنجانتين، وهقولك كمان لما تيجي تشتري البتنجان نقي البتنجان يكون خفيف خالص علشان ما يكونش مبذر. يعني نقيه حجمه تحطيه على ايديكي كده خفيف خفيف هش جدا. هنقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه لمكعبات صغيرة كده، وهنحطه بقى في طبق او في بوله في اللي موجوده عندك. اشتغلي في اي حاجه، اعملي زي كده انا مش بدقق قيمه يعني. هرش بقى عليه معلقه كبيره من الملح واقلبه كده ينزل بقى كل الميه، ودي الخطوه دي مهمه جدا. سبت البتنجان بقى بينزل ميته، وجبت بصلايه كده قطعتها زي ما انتوا شايفين قطع صغيره خالص بالشكل ده. بعد كده بقى هقول لكم هنعمل ايه كمان، بس صلوا على النبي لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا. قطعنا بقى كمان طماطميتين، وهنا الطماطم زي ما انت عايزه تكتري او تقللي براحتك. عايزه تحطي 2 تاني مع دولة حطي، بس انا حطيت طماطميتين 2 بس وشلت التالتة دي. جبت بقى الطاسه بتاعتي وحطيت معلقتين كبار كده من الزيت. سبت الزيت يسخن قوي، وبعد كده نزلت بالبتنجان. وانا مش هحمر البتنجان، انا بس هديله لون خفيف كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هبتدي اصفيه واطلعه بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى بجد الطريقه دي جميله جدا جدا. هنا هزود بس نص معلقه من الزيت، وجبت البصلايه بتاعتي ونزلت بالبصله كده هقلبها بقى لحد ما تاخد معايا لون خفيف مش لون غامق. بعد كده نزلت بالطماطم، ونزلت بشويه من الكمون وشويه من الملح شويه من الفلفل الاسود، ما فيهاش بهارات كتير، وشويه صغيرين من الكزبره. معلقه كده ونص من الصلصه، وربع كوبايه من الميه، وقلبي بقى. ونسيت فيه سنه سكر كده انا حطيتها علشان ما يعملش حموضه، بس مش عارفه ما جاتش ليه، ممكن تكون لسه هتيجي او ما اتصورتش. نحط بس على الطماطم سنه سكر كده، يعني ربع معلقه صغيره مش هتاثر في الطعم خالص. بعد كده بقى بنقلبهم مع بعض وبننزل بالبتنجان، وبعد كده بقى بنسيبهم يغلوا شويه لحد ما يتسبكوا بالشكل ده. بعد كده بقى بنكسر بقى بيضتين 3 4 العدد اللي انت عايزاه. حطي بقى فيها بيض على قد ما تقدري، انا حطيت فيها 3 بيضات بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس انا عايزه اقولك على حاجه، جهزي نفسك كده ان انت هتخلصيها وهتقومي تعملي غيرها، فكتري الكميه من البدايه. بعد كده بس بقى بفتح البيضه كده بالاسباتولا يعني حاجه بسيطه مش قوي، وهدي بس رشه صغيره من الفلفل الاسود على البيض علشان الزفاره. بعد كده بقى اسيبهم يشدوا مع بعضهم. بعد كده هفتح واحط جبنه، ودي الخطوه دي اختياري، لو مش عايزه تحطي جبنه خلاص مفيش مشكله. عايزه اقولك برضو طعمها حلو جدا من غير الجبنه، يعني اول مره عملتها من غير الجبنه. حبيت المره دي بقى اجود وزدت شويه من الجبنه كده. قلت اما نجرب، لقيتها بجد طعمها برضو تحفة. كل مرة بتعجبني أحلى من المرة اللي قبلها. بعد كده بقى تعالوا بقى ندوق بقى بجد. هنا كانوا كلهم واقفين مستنيين بقى عايزين ياكلوها. انا عايزه اقول لكم والله والله انا فعلا سبتها ما لقيتهاش، يعني حرفيا قلت اشيل التليفون وبرده كده عشان كان سخن جدا. فرجعت لقيتهم سايبين والله يجي معلقه واحده كده. هنا بقى كانت الصدمه، انا اتصدمت. بس قلت بالهنا والشفا ومطرح ما يسري يمري، وجربوها تعجب ولادكم جدا جدا. وما تنسوش بقى لو عجبكم شير ولايك.